ايه انزعجت لما كنت بقول كارلو انشيلوتي عايز مننا ايه؟ ليه؟ هل ده لسابق ذكرى ان الراجل كان مدير الفني هو زعلان ان هو مشي بس. ده انتوا ما شفتوش خير قد الخير اللي انتوا شفتوه الراجل معاكم. لا انا بحب كارلو انشيلوتي بس يعني اقصد ايه يعني في هذا الجمع يعني هنتكلم عن مصر يعني البرازيل فاهم. ايوه فيها استوديوهات هناك كده. هم مقطعينه اصلا. مقطعين مين؟ انشيلوتي والله في البرازيل مقطعينه والله. انتوا بتتفرجوا بالبرازيل؟ طبعا انت طبعا قاعد بتفرج. انا بتفرج على في بودكاست كده بيتذاع في القنوات الانجليزيه. فبيستضيف صحفيين من كل العالم علشان تغطيه كاس العالم. ماشي. فكل الصحفيين اللي في البرازيل طبعا عندهم مشاكل كبيره في استدعاء نيمار في الحاله اللي عليها الفريق 4-4-2 اللي بتقلب 4-2-4 فبيكون وسط الملعب فاضي فالفريق في مساحات كبيره، الفريق بطيء لحد دلوقتي. فينيسيوس ما طلعش احسن نسخه ليه مع انشيلوتي، غير له مركزه من وينج المهاجم تاني تحت راس الحربه. كلها حاجات. هل ده يفرق؟ انشيلوتي مش ملاقي التوليفه المثاليه. هل ده يفرق كتير عن صحفيين ريال مدريد اللي عمرهم ما كانوا راضيين عن كارلو انشيلوتي وهو برضه عمال بيفوز بدوري ابطال اوروبا طول الوقت؟ لا خالص، المشكله مش في كارلو انشيلوتي. ده بالعكس، كارلو انشيلوتي احسن مدرب مسك البرازيل اكيد من فتره طويله ككواليتي. بس انا بتكلم على ان حاله الفريق حتى هذه اللحظه مش على قد التوقع ان البرازيل الطبيعي تبقى دايما مرشح هل بقى احنا بنقارن البرازيل بنفسها وبالمنتخبات الجامده، ولا احنا بنتكلم هنا عن انعكاسه على ماتش مصر؟ على ماتش مصر انا مش قلقان خالص من النتيجه لانها ما تفرقليش. ليه؟ لان انا كده انا بجرب حاجات. ده اهم حاجه. الناس بس هي دلوقتي واقفه لحسام حسن على الواحده، يعني يكسب الراجل ما بيشكرهوش قوي، يخسر او يعمل تغيير ما توفقش او يحصل اي حاجه يفتحوا عليه النار. وان احنا قلنا من الاول انجازات ايه الراجل ده عشان يمسك المنتخب وكل الاسطوانه اللي معانا من اول ما تعين. خلاص يا جماعه كاس العالم كمان كام يوم، خلينا نركز مع ان نسيب الراجل يشتغل لان مفيش بديل خلاص. خلصنا يعني، سيبوه يشتغل وخلينا نحاسب على المشوار في اخره مش في دلوقتي. بالذات كمان ان احنا كده بصراحه يعني احنا باصين على اخر القصه مش اولها. يعني احنا بدل ما نركز على ان زيكو اللي احنا بنتكلم عنه ده كلنا عنده 29 سنه اصلا. يعني موهبه مصر اللي احنا بنقول عليها الموهبه صاعده اللي جايه اختراع جديد سنه. فاهم؟ احنا لا عندنا الناشئين كويسين ولا واخدين اهتمام ولا اللعيبه بتعرف تباصي ولا القرارات بتاعتهم كويسه ولا في استمراريه، واللعيبه لما بتعمل باصتين ثلاثه بيتقال عليها احسن موهبه في افريقيا او احسن لاعب بدل ما يتقال احسن لاعب في افريقيا بيتقال احسن موهبه. كلها حاجات في الاخر مش هتوصلنا ان احنا نبقى زي المغرب. احنا مش رايحين نلعب على كاس العالم ولا السيمي فاينل. فبالراحه بقى كلنا ناخد نفس ونشوف احنا هنلاعب دوكو ازاي. ده اللي انا عايز اعمله. فانا النهارده عملت ايه؟ لعبه لطيفه بقى كده، بما ان معانا محلل اداء وعندنا مدرب وعندنا واحد من الناس اللي ماسكه بودكاستات مكسره الدنيا في الاونه الاخيره. يلا. وعايزين نشوف نمسك دوكو ازاي. وانا ترابيزه عادي. واحنا كلنا هنقعد القعده دي ازاي؟ قال لك ده اجمد مدرب، ما جتش في ده اجمد محلل وده اجمد بودكاست. ده صاحب القهوه يا اخي طب قول لي يا اخي انت المعلم صاحب القهوه يا ابني. اخوك بور بخاطري يا اخي، قول لي انت المعلم صاحب. ما احنا هنقول الكلام ده هنا يعني قاعد واكل شارب ببلاش سندوتشات طالعه شاي نازل، قول اي حاجه. ترابيزه قاعده لا احسن برنامج في الشرق الاوسط كان كده ماشي. الوطن العربي كله. قول. فاحنا العب يلا اللعب. عايزين نشوف احنا هنمسك الدوكو ازاي من وجهه نظر محلل الاداء لما بيشوف لعيب حريف قوي ممكن يتكلم مع هاني ازاي، من وجهه نظر مدرب هو ازاي يعمل الدفاع بشكل منظم، ومن وجهه نظر واحد بيحلل ازاي القصه دي تتقفل كلها بحيث ان هي ما تضرش بالجانب الهجومي. يلا جاوب بقى على الاسئله. تعالوا افرجكم على اتفرجنا الاول القصه بتاعت هو انا مهتم بماتش مصر قوي ليه مع البرازيل بس عشان خاطر قصه فينيسيوس واشوف واشحن السرعه والطاقه بتاعت منتخب مصر. الصور اللي معانا بتبين ان الافكار بتاعت المدربين دلوقتي كلها بتخلي مثلا الباك ليفت بتاع المنتخب الاسباني كان بيبقى واقف عشان يشد معاه الوينج اليمين فما يخليهوش جزء من الدفاع مع محمد هاني. فلما تتنقل الكرة على الوينج ليفت بتاع منتخب اسبانيا هاني يضطر يطلع له، فلما هاني يضطر يطلع له يبقى موقف اشبه بواحد على واحد. هنا لعيب الارتكاز بتاعك لازم يبقى سبرنت عنيف ضارب، يا اما يروح يقفل العمق فيدي فرصه للسنتر باك يطلع مكانه. انما لما تعملها ببطء لان انت لعيب مصري مش واخد على الريتم ده على راي عمر، فبتكون النتيجه ايه؟ بتكون النتيجه ان الكوره بتوصل، فلما بتوصل هنا هي خلاص خطر لان هي هترتد من السنتر باك على واحد على الدايره فاضي، ترتد الواحد مش مركز مع اللعيب بتاعه، يحصل اي فوضى في منطقه الجزاء.
مره ثانيه اللعيبه ممكن تبقى ذكيه زي دوكو مثلا، انه يدخل بيك قلب الملعب فيشد هاني للحته دي، فتتخلق المساحه الكبيره الفجوه اللي جنبها دي، وهتلاقيهم بيعملوا ايه؟ هم ما بيلعبوهاش على طول زي عندنا الكره في مصر، لا هتلاقي طق 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 علشان نروح على هناك، نروح على هناك. كل سنه وانت طيب. فانا اتفرجت على فيديو لدوكو بيشرح فيه هو انا ازاي جامد كده، فانا جبت لكم الصور اللي هي دوكو بيقول فيها هو انا كده جامد ازاي، وبعدين نبتدي بقى نشوف كل واحد فيكم كده ايه يمسك دوكو ده ازاي. هتلاقي الصور بتاعت دوكو ده، لا اللي بعدها ده الصوره اللي هي الكتالوج بتاع دوكو. دوكو بيقول لك اول حاجه انا بعملها اول نظره ليا انا ببص على المساحه، بشوف الراجل اللي انا هخش عليه ده ايه اللي فاضي جنبه، يمينه ولا شماله ولا وراه. حلو. تاني حاجه بيقول لك انا تاني نظره ليا انا ببص علشان خاطر ابتدي اخلي المدافع لما يبص لي يلاقيني ان انا عيني فوق، فيبتدي يبقى هو قلقان حواليا. تالت نظره ليا انا ببص على رجله، هبتدي ابص بقى هيبتدي امتى يقف. حلو. بيقول لك القرار بقى بالنسبه لي اول حاجه انا باخد مساحه كافيه اوسع من 2 ياردة علشان خاطر يبقى الراجل انا عندي مساحه ان انا اخد اي قرار بالنسبه له. اللي اقول لك الخطوه الثانيه ان انا ببتدي احرك جسمي كتير قدامه، فابتدي اخليه هو كمان يبقى مدهوش بيا، فينسى مين وراه. يبقى هو خلاص هو مش شايف مين زميله اللي وراه، ومش شايف مين اللعيب اللي جاي من الطرف الثاني وراه. تالت حاجه انا بعملها بتنطط كتير قدامه عشان يبقى هو مش عارف انا امتى هاخد القرار. المذيع ساله سؤال حلو قوي، قال له هو ليه ارين روبن كل العالم كان بيبقى عارف ان هو يخش جوه ويشوط وبرده كان بيخش جوه ويشوط؟ قال له عشان ما حدش عارف امتى هو يخش جوه ويشوط. دي لعبتي بقى، فكره ان انا اختار امتى انا هجري بيك، دي السؤال كله وده الحدوته كلها. انا هبص على الارض لحد ما الاقي رجلك ثبتت، اللحظه اللي رجلك فيها ثبتت غلط انت كده بقيت الضحيه بتاعتي، انا هبتدي اتحرك. وبناء عليه هو حلل كل ده. هو كان بيشرح فوضوي، محسوب ان هو فوضوي جدا يعني. هو لا حد تحركه. قال لك انا اتفرجت على روبينيو، اتفرجت على نيمار، اتفرجت على رونالدينيو، اتفرجت على ميسي، اتفرجت على كل اللعيبه دي، واكتشفت ان انا لو قلدت اي واحد فيهم هفشل. طيب. فانا لازم اعتمد على حاجه مش عند حد، فبالتالي عمل الكتالوج بتاعه. طب الراجل بقى بيسال السؤال المهم قوي، وانا هنا محولجي، هاني يمسك دوكو ازاي؟ مش ده السؤال اللي انت عايز تساله؟ انت عندك الباك اليمين بتاعك وبتتكلم معاه انا؟ انت الراجل اللي بتحلل لو تجيب لي المدرب، تجيب الباك اليمين بتاعك بقى ما يكون اسمه. طيب لا هتقول له ايه بقى؟ لعيب زي بص، اولا في عندنا نقط لاي لعيب. اللعيب اللي بيوصل للكواليتي ده، في دراسه في بلجيكا اتعملت في 2018 هو ليه اصلا اللعيب القوي لعيب قوي. جزء كبير جدا منها دوكو قال النظره الاولى والمسافه والمساحه والكلام ده كله. اصلا انا لما باجي اتكلم مع لعيب مدافع انا اول حاجه بقولها له احنا اصلا خناقتنا على زمن ومساحه. فاللعيب اللي قدامك ده ما توفرلوش زمن ومساحه. ازاي؟ هو عشان يبقى لعيب كبير بيعمل 3 حاجات مهمه جدا: سرعه رؤيه، سرعه اتخاذ قرار، سرعه تنفيذ قرار. انت لازم تعطله في واحده من ال3، يا ما يشوفش ما يعملش سكان، يا ما تخليهوش ياخد قرار، ولو عمل الاثنين ما ينفذوش. فبالتالي انا اول حاجه هحللها للعيب بتاعي وافرجه عليها البادي اورينتيشن بتاع اللعيب ده. بيستلم الكره ازاي؟ بيستلم صدره لايه؟ وشه لفين؟ من على الخط ولا جوه؟ اول اللمسه الاولى بتاعته بيستلمها برجله اللي بره ولا برجله اللي جوه؟ كل ده انا شغل هشتغل مع اللعيب بتاعي عليه عشان لما اللعيب ينزل يبقى عارف هو رايح على انهي رجل. فما يوفرش اللي دوكو بيقول عليه اللي هو الوقفه الغلط، المساحه ال2 ياردة اللي هو عايزه. كل ده انا بشتغل عليه لو هشتغل انديفيدولي مع الباك قدام الجناح. لو هشتغل على جبهه انا هقول للجناح اللي قدامي مثلا الباك فاتح الخط زي ما عايز، زي الباك فاتح الخط عشان يوفر مساحه لان الوينج يبقى جوه، فيسحب الجناح بتاعي فاخلق موقف 1 على 1. لان كل الناس دي عايزه ايه؟ عايزه 1 على 1. دوكو عايز 1 على 1 وفينيسيوس عايز 1 على 1. لا، هقول للجناح بتاعي ما تطلعش بره، ارجع سيب اللي بره ده، في الاخر يعمل ايه؟ هيجي لك. يعني ان احنا لو وقفنا احنا هنا 2 على 1 مع دوكو مش لازم يجي لك. لا، بتكلم على الجناح الباك بتاعه في الاخر يعمل ايه؟ هيجي لك انت. يا اما هيفضل فاتح الخط لوحده لانه عايز يوفر 1 على 1. فهيثم لازم يرجع بس، فلازم هيثم او صلاح او زيكو لو هياخد الخطوه دي الوينج اليمين ما تروحش مع الباك لو فتح، تقفل مع هاني عشان تفضلوا دايما 2 على 1. دايما تفضلوا 2 على 1. ليه؟ عشان لو هاني خد الياردتين يبقى انت كمان واخد الياردتين، فالراجل ده بيبقى بيشتغل في 3 يارد على 2 لعيبه بدل مش بيشتغل في 3 يارد على لعيب واحد. عظيم. فبالتالي انا هشتغل على الراجل انديفيدوال على ال3 حاجات اللي هم المقاييس بتوع اي لعيب كبير،
فكره معادله الزمن والمساحه. والله عجبتني يا ابن الاجابه والله. يعني شوف بص برضو لما يعني ديب يقيم ديب لا مالك تحليلي يديها لدكتور كابتن محمود تحليل. بقى كان بيقول لك ايه في البتاع. خش بقى يا كابتن انت جيت لملك الدفاع خش بقى يا كابتن فايز يعني انت جيت مع اعظم واحد عمل عمق في ماتشات الخماسي اللي الله لعبها. ينور. نسال فيها شيكا دي نسال شيكا دي على يد. قال لك عامل ملك الدفاع في التدريب. قال لك عامل عمق عند المكتبه اللي هناك. بقول له عمر يا جماعه مش قادر يجري يا جماعه. بقول لك يا شيكا كابتن فايز قال لي بيلعب ليبرو واقف عند بتاع الكرك هنا. ده الريفرنس بتاعي كان كابتن وائل جمعه الصخره. ايه يا جماعه في امانه الله. لا في التدريب دفاعيا يا جماعه ملك الدفاع في التدريب. طب لا خلينا بقى في الدفاع. يلا خش هو بقى. السؤال بقى هنا يلا خش دوكو كان بيقول ان هو لما بيحب يعمل ديلي على الكوره كان بيستنى يشوف هو هيجي له الارتكاز، هيجي له حد من القلب يضم يعني علشان خاطر يعمل الحركه دي، فيبقى ساعتها اول حاجه هعملها ان هلعب في ظهرك اصلا لان كده النص في الهاف سبيس اللي بالظبط. بالذات كمان ان منتخب بلجيكا كيفن دي بروينا بيبتدي وينج يمين بس هو مستني اللحظه اللي الراجل ده هيعمل فيها ديلي وينج الشمال يخش في القلب وفي في واحده من اللقطات في الماتش الاخراني كانت جامده قوي. كيفن دي بروينا رايح علشان ياخد الزبون اللي هو زي مثلا لعيب الارتكاز اللي هيبقى الناحيه بتاعت دوكو ويقوم واقف وبعدين قام مشاور لدوكو قال له يلا روح انت. فدوكو خد الاثنين وقام طالع بيهم ده صيع يابا. طبعا اعمل ايه بقى؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده مفيش سيستم دفاعي تقدر تقفل كل الثغرات بتاعته. لو انت جبت سيميوني على كوبر على كيروش مفيش سيستم. ليه بقى؟ في العالم لان احنا بنلعب 11 ضد 11 في ثغرات بتحصل غصب عنك. احنا كمدربين بنحاول نقلل الاولويه للفريق المنافس. يعني. الخطوره فين للفريق المنافس واحنا نحاول نقللها على قد ما نقدر. يعني في اولويه مثلا فينيسيوس او مثلا نقول فينيسيوس بيقطع في العمق بيشوط باليمين. ايه اخطر حاجه لفينيسيوس؟ هو بيشوط بيمينه. ايه اخطر حاجه لصلاح لما بيقطع بيقطم لجوه؟ بيشوط بشماله. فالاولويه لينا احنا كمدربين ايه؟ نقفل زاويه الشوط بتاع اللاعب الوينج المهاري اللي يقدر يوصل ويشوط ويسدد. هنقفلها له ازاي؟ هنا بقى نبدا نتكلم في 50 طريقه ممكن نشتغل عليها. احدهم اللي ذكرها عمر ممتازه جدا. وممكن حاجه بس ممكن اضيف على طريقه عمر ان الرقم 6 اللي ناحيه اللي هو اليمين يروح يساعد يميل شويه عشان في حاله ان هو لو قطم لجوه ودخل لجوه عشان بيعدل فينيسيوس او دوكو عشان هو بيقول لك ان لو الرقم 6 ده مالك شويه انا هلعب الكره الناحيه الثانيه. حلو. هنا بقى حاله اللي كان عمر بيتكلم فيها ومتفق معاه جدا. هيثم او صلاح او زيزو او الوينج اليمين اللي هيلعب في المباراه دي لازم يكون مأخر كتير جدا مش مشغول بالباك الشمال بتاع المنتخب البرازيلي او البلجيكي ويبدا يرجع غصب عنه شبه باك يمين وهاني هو اللي ياخد فينيسيوس او ياخد دوكو وده يرجع لان هو لو اتاخر ثانيه راحوا 2-1 كل سنه وانت طيب خلاص. وحاجه تانية مهمه جدا يا جماعه واحنا بنعمل السيستم الدفاعي انت ما ينفعش تقول لمحمد هاني بص للكوره وحلل وانت ما فيش في الكوره يا مروان تشوفه رايح فين. لا 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 انت بتحفظ وخاصه اللعيبه المصريين انت بتحفظه. اللاعب يستلم قطم لجوه انت قافل له الزاويه. عشان كده الموضوع انتهى ما تفكرش. ايوه السنتر باك اللي ورا محمد هاني اللي هو في الحاله دي حمدي فتحي هو قافل مرحل وقافل هاف سبيس. عشان كده السته الثاني مستعد لو دي بروين اتحرك ياخده. انت ما فيش وقت انك تفكر ده جزء في الثانيه تاخد قرار. عشان اخد بقى بق من اخوك يا عماره لازم امشي. انا همشي عايزين نتفرج على الماتش. الفرجه يا جدع حبات عشان هنا كده الفرجه قبل الماتش مهمه. أيوة. عشان كل ده عشان الكابتن فايز بيقولوا مش هيلحق يشوف الماتش. ايوه فرجوا كتير قبل قرار. الماتش عشان يبقى حافظ. ما هو الحفظ ده اهم حاجه. طيب هي في نقطتين مهمين قوي. الزمن والمساحه اللي قالهم عمر. كل التجارب اللي قبل كده يعني مثلا لامين يامال مع فتوح احنا شفنا ايه اللي بيحصل. دايما فتوح مش سايب اي نفس لامين يامال لما يجي يستلم على طول واحد لواحد معاه. مين اللي كان بيساعده؟ اسلام عيسى. هي النقطه هنا فين؟ زي ما كان زيزو بيقول لامين يامال كان بيقف لو انت جيت لي بدري قوي كده قفلت عليا المساحه خلاص قفلت عليا باثنين لعيبه انا ممكن ادي ثرو ادخل اللعيب بتاعي اللي هو لعيب رقم 8 او ادي الباك بتاعي جوه منطقه الجزاء. ده كان دور مين؟ اللعيب رقم 6. طب نروح لدوكو. دوكو في السيتي ما هو واحد من اجمد اللعيبه الدريبلرز في الدوري الانجليزي. كان بيتوقف عليه ازاي؟ بنفس الكلام اللي بيقوله عمر. انا دايما بضيق عليه المساحه وبروح له وبقابله بدري صح؟ بس كان عنده ميزه قويه جدا عند بيب جوارديولا هو نيكو اورايلي اللعيب الباك الشمال اللي دايما بيخش العمق. فلو دوكو دايما زنقته باثنين لعيبه انت لازم اللعيب رقم 6 ما يروحش مع الباك بتاعك. اللعيب رقم 6 عينه دايما على الباك لان الباك ده فجاه
لو لعيب زي في بلجيكا مثلا كاستانيا، اللعيب الباك الشمال بتاعهم ده هتلاقيه جوه منطقه الجزاء بتاعتك، فده دور اللعيب رقم 6 مش دور الباك بتاعك ولا الجناح بتاعك، لان دوكو هو ممكن كفيل بيهم، لان كمان عنده تطور كبير الموسم ده مع بيب جوارديولا. هو ايه؟ ان الراجل بقى مباشر اكتر على المرمى، هو مش لازم ياخدك على الخط عشان يعمل عرضيه، لا هو ممكن ياخدك على جوه عشان بقى ناحيه برجله اليمين بقى بيشوط كتير جدا، بقى مباشر اكتر على المرمى، فهي دي النقطه. فانت اهم نقطه مهمه ما تقربش دوكو ناحيه المرمى، انت لازم تقابله من بدري وقافل عليه المساحه. طول ما انت قافل المساحه دي انت دايما بتعطله، فبتخليه ياخد قرارات ممكن مش على عدلته اكتر يعني. او ندعي ان شاء الله باذن الله يجي له انفلونزا. هينزلوا تروسارد، هو احنا لازم نلعب كاس العالم، ما دي احلى حاجه. ايوه ندعي برضه يجي له انفلونزا اللي هي بس 3 ايام عشان ربنا يشفيه، احنا مش عايزين اصابات كبيره. يرجع قصاد ايران. يرجع قصاد ايران وقصاد يعني نيوزيلندا. هنعمل ايه؟ انفلونزا كلها ان شاء الله باذن الله. فين احنا فين؟ فاكر زمن الكورونا كان الفرقه كلها ما بتلاقيش حد، تصحى من النوم ما تلاقيش مع حد موجود. على كل انا مستمتع قوي بالكلام الحلو بتاع الكوره ده. انا بحب ملوك التحليل قوي، بحبكم قوي بصراحه، لان انا بحس ان احنا بنخش في شويه تفاصيل في الكوره مش عظيمه يعني، بجد بجد يعني. انا مدلكم بالمتعه اللي انا بستمتعها وانا قاعد بتفرج عليكم في البرنامج. انت جاي عازم بس يا هيما، انت جاي دافع وصارف ليك في كل واحد فينا حته كبيره يا عم هيما. انتوا حبايب قلبي والله العظيم، ربنا اللي يعلم يعني. زيزو اشكرك شكرا جزيلا يا صديقي العزيز. سيد عمر اشكرك شكرا جزيلا يا صديقي العزيز. حبيبي يا هيما. سيد فايز اشكرك شكرا جزيلا يا صديقي العزيز. كابتن عمر حبيبي يا هيما، شكرين يا نجم ربنا النجوم. يخليك يا رب. شكرين يا درش. حبيبي يا كابتن. شكرين يا عم حسن. حبيبي يا كابتن. صباح الف خير، سلام عليكم.